اسمه كأحد أهم الأسماء التي لم تسعى إلى ما يطلبه المنتجون من شكل غنائي ثابت ناجح تجارياً أو جماهيرياً. قرر منذ بداياته صنع موسيقاه الخاصة حتى لو لم تسير وفق متطلبات السوق وموضاته الموسيقية. إنه الموسيقار الكبير أشرف محروس. ولد أشرف محروس في يوم 29 يناير عام 1963 بالقاهرة. تلقى تعليمه بمدارس القاهرة إلى أن التحق بكلية العلوم جامعة عين شمس. التحق بالعمل بهيئة الطاقة الذرية وحصل منها على درجة الماجستير والدكتوراه في الميكروبيولوجيا. منذ 10 من عمره عشق الموسيقى، فعزف على الكثير من الآلات الموسيقية، وكون فرقة موسيقية في فترتي الثانوية والجامعة، وعمل بالكثير من الفرق الموسيقية. وبالرغم من نجاحه العلمي والعملي بهيئة الطاقة الذرية، إلا أنه قرر التفرغ للعمل الموسيقي. قام بتوزيع ألحان عمار الشريعي لمدة 3 سنوات، كما عمل بالعديد من الفرق الموسيقية، أولها مع الموسيقار عمر خيرت، ثم عازفاً مع فرقة عمرو دياب وأنغام وأمال ماهر. نجح نجاحاً عظيماً في توزيع ألحان أغاني لكبار المطربين، منهم عمرو دياب، محمد منير، أنوشكا، سيمون، علي الحجار، مدحت صالح، راغب علامة، لطيفة، سميرة سعيد، ذكرى، أصالة، حسين الجسمي، مجد الرومي وغيرهم. قدم العديد من الألحان الرائعة لكل من طلعت زين، محمد منير وهشام نور. في عام 2000 بدأ الدخول إلى عالم الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. من أعماله السينمائية جرافيتا، صياد اليمام، مفيش فايدة، عمليات خاصة، وبنات ثانوي. ومن أعماله التلفزيونية الدالي، صديق العمر، إحنا الطلبة، مولانا العاشق، نوايا بريئة، توأم روحي، ضد التيار، ولد الغلابة وغيرها. إنه المؤلف والموزع الموسيقي الموسيقار الكبير أشرف محروس. أيامي وحكاياتي كلها مقترنة بها. إنها القاهرة، واحدة ولا مثيل لها في كل بلاد الدنيا. إنها كوكب الشرق، وعبد الوهاب، ومحمد فوزي، وطه حسين، والعقاد، ونجيب محفوظ. إنها الخلود الذي حلق على ضفاف النيل. إنها جيش مصر الذي صان ترابها وحافظ على أرضها. في كل بلاد الدنيا ينتشر عشاقها، فمنهم من تعلم في أزهرها أو جامعاتها، ومن زارها حباً، ومن عشقها عرفاناً، ومن هام فيها فناً وإبداعاً. المؤلف والموزع الموسيقي الموسيقار الكبير أشرف محروس، بنرحب بحضرتك معانا، وبنبتدي كالعادة بالبدايات، بالنشأة، بالأسرة، الأب، الأم، الإخوات. عرفنا عليه. والدي الله يرحمه كان رئيس قسم الطبيعة بكلية علوم جامعة عين شمس، ووالدتي ربة بيت يعني، واخواتي ليا اخويا الكبير صيدلي، والاخ اللي اصغر منه بيشتغل في السياحة، وانا. جميل، يعني 3 ولاد يعني ما شاء الله. انتوا كنتوا عاملين في البيت بقى مع الأم؟ ده كان حاجة صعبة قوي. مين كان الأشقى؟ الأشقى كنت أنا الحقيقة. يا نهار. ما هو أنا الأصغر بقى، فهو الشقاوة كلها بتيجي دايما من الصغير، اللي هو بيبقى سنة متدلع شوية. فكنت انت بتعمل المشاكل كلها يعني؟ لا مش المشاكل بس، حتى لما هم كانوا عايزين حاجة يجوا يقولوا لي صدروك، يسخنوني بقى، فأنا أعملها فما يحصليش حاجة. انت ضامن يعني ان هم ضامنين ان مش هيعاقبك لي يعني. حاجة.
طيب فاكر موقف كده يعني فعلا عملت حاجه كانت صعبه قوي يعني موقف لا ينسى بقى من الطفوله ده، لازم نعرف حاجه بقى، اعتراف. انا فاكر مره كنا عايزين نروح النادي، احنا في نادي اليوبلس، وبابا كان رافض تماما يعني، ليه مش فاكر طبعا. فجم عليا وقالوا لي احنا عايزين نروح النادي كلنا وبتاع. طب انا عايز اعيط، مش عارف ازاي اعيط. رحت خابط دماغي في الحيطه، فرحت معيط. قلت لهم انا عايز اروح النادي، ومعيط بقى من قلبي بجد وبتاع. فصعبت عليهم خدونا ورحنا النادي. الفترة دي أو المرحلة دي نقدر نعتبر إنه حضرتك يعني لقطت إيه كده من الأب ولقطت إيه من الأم؟ لا ده هو أنا كلي منهم يعني. والدي يعني الأصل فلاح، يعني جاي من الأرياف يعني. وراجل عصامي جدا، وراح عمل الدكتوراه قبل ما يخلص الماجستير في مصر في الطبيعة. سافر، جات له منحة، فراح خلص الدكتوراه، وبعدين رجع قفل الماجستير. يعني دي كانت قصة غريبة جدا. كان أياميها لسه المنح يعني حاجة نادرة قوي. فما جات له المنحة وهو لسه ما خلصت الماجستير، قالوا له خلاص سافر خلص الدكتوراه وتعالى. فأنا راجل فيري سيريس في حياتي برضو زيه كده، وماليش في الملاوعة يعني، دايركت شوية. تمام. وممكن ده بيبقى شوية متعب يعني، انك تبقي دايركت في زماننا ده ما بيبقاش محبذ قوي. في مواقف بتبقى بيبقى لازم تبقى الواحد لين شويه. انا لا، ما بعرفش. غلط يبقى غلط، صح يبقى صح. يا ابيض يا اسود. جميل. والام بقى؟ الام الطيبه اللي في الدنيا كلها. طيبه الدنيا يعني، والحنان. طلعت طيب ليها يعني؟ في حاجات كتيره. يعني طبعا الواحد هي مثلي الاعلى. الطالب بقى او التلميذ اشرف محروس كان تلميذ شاطر في المدرسه، ولا كنت مغلبهم في الدراسه، ولا ايه؟ لا ده هو اللي نفعني في المزيكا، اني كنت شاطر. يعني قبل الابتدائيه فجاه كده طلعت في دماغي انا عايز اجيب اكسليفون. ووالدتي طبعا الحنيه زي ما بقول لحضرتك كده وبتاع، فراحت قالت لبابا، فقال لي بص تجيب فوق 90% نجيب الاكسليفون. فكسفت وجبت 94%. جميل. فنزل جاب لي الاكسليفون على طول. طب اشمعنى الاكسليفون يعني؟ ايه اللي شدك للآلة؟ هو احنا كلنا في المدرسه اول حاجه تقريبا يعني هي آلة موجوده قدامي وبشوفها وساعات اخبط عليها في المدرسه كده. فآلة لذيذه يعني. فجبتها وبقيت احطها قدامي. وكان اياميها بقى لسه عبد الحليم بيعمل اغنيه ليله الجمعه، فاقعد اتفرج عليها. بيقولوا المقدمه الموسيقيه، فانا بطلعها، وبعدين في الاعاده بتاعتها اكون بعزفها معاها. وبعدين اروح المدرسه بقى الصبح في المدرسه اعزف المقدمه بتاعت الاغنيه. سماعي. الله جميل. ما هو الموضوع عندي كله على بعضه سماعي. بدأ سماعي. طيب وفي الوقت ده في المدرسة كانوا معتبرينك بقى يعني حد فز بقى في الموسيقى أكيد؟ أشرف على طول في المسرح بتاع المدرسة، وشاطر بس عاشق للمزيكا. يعني كنت شاطر على المستويين؟ الحمد لله. الدراسة والمزيكا. المدرسين طيب كانت علاقتك بيهم إيه يعني؟ يعني ما كنتش مشاغب خالص؟ لا كنت مشاغب جدا جدا. بس مشاغبة شقاوة يعني، مش مشاغبة، مش ولد رزل يعني. أيوة. ما بعملش حاجات غلط وبتاع، إنما في تكة الفهلاوة المصري يعني بتاعت يعني بعرف إزاي ممكن ما احضرش الحصة وأروح أذاكرها وأروح تاني يوم الامتحان أكتب كأني كنت حاضر الحصة يعني. إنما الحصة أنا قاعد في المسرح بلعب مزيكا مثلا. يا خبر أبيض. هي دي النوع من الشقاوة يعني. دوبني دوب وتعالى دوب، قول أي حاجة ما تخافش حاجة، خوفك ده ليه شوق العيون ممكن يهون.
على مدار المراحل الدراسيه بقى، ابتدائي اعدادي ثانوي، تحولت من الاكسليفون لآلات اخرى ولا طبعا فضلت متمسك طبعا. بالاكسليفون؟ لا الاكسليفون دي كانت الطلعه يعني. وبعدين المدرسه فيها اكورديون، أيوة. فابتديت العب على الاكورديون بس ما اشتريتش اكورديون. اللي اشبه بالاكورديون آلة اسمها ميلوديكا، اللي هي بتنفخ فيها وفيها صوابع زي البيانو أيوة. كده. فاشتريت الآلة ديت. وبعدين في اعداديه برضو قلت انا عايز اشتري اورج. فابويا كام قال في لي المية برضو بقى؟ قال لي فوق 90%، فكسفته وبرضو جبت برضو؟ فوق 90 وجاب لي الاورج. وابتديت اعزف على الاورج دوت. ابتدينا بقى نعمل فرقه في المدرسه، اصدقاء كده، ونعمل حفلات بقى في المدرسه وبتاع بالاورج الصغير ده. كان اورج يعني صغنن خالص يعني. ايوه. والاورج الصغنن ده بقى اورج بعد كده بدورين، كان ساعتها في جميل. الاورجات اللي بدورين. اه. وبعدين جيت عند ثانويه عامه، فكان بقى ابتديت اعزف شويه يعني، مش بروفيشنال بس يعني مش محترف يعني، بس ابتديت اشوف المحترفين. ففي كان جهاز كده الكتريك بيانو كده، بيانو كهرباء يعني، اسمه رودز، فندر رودز. ده حاجه المفروض انها حاجه عظيمه يعني. فقلت انا عايز اشتري. فبرضه والدي الله يرحمه برضه حط لي النقطه في اللي هو تجيب فوق 85%. المهم يعني ايه، عديت ال 85. كويس، عمل لك ديسكاونت يعني في الثانوي شويه واشتريته فعلا. بقيت اعزف عليه يعني. طب انت يعني في البيت كانوا متقبلين فكره انك تعزف طول الوقت كده، والجيران والحاجات دي عادي كانوا مبسوطين؟ طالما ما بتعطلنيش عن المذاكره. يعني انا كنت استحاله انزل امتحان الصبح من غير ما اقعد اعزف شويه. لا يبقى امتحان زي الزفت. لا وموسيقى حلوه بقى، فما حدش بيقولك بطل دوشه يعني. لا انت بتعزف موسيقى حلوه. ما هياش درامز مثلا، ولا ما هياش آلة مزعجه يعني. ايوه تمام. واقدر اوطيها واقدر اعليها واقدر احط هيدفون يعني. اقصد حضرتك في فتره الثانوي كونت فرقه موسيقيه. ازاي بقى ده حصل؟ اصدقائي في المدرسه، اصحاب. واحد بيلعب جيتار وواحد بيلعب درامز وواحد مش عارف ايه، ما تيجي نعمل فرقه. فعملنا فرقه وابتدينا نتمرن في المدرسه. ولما بنعمل حفله بنعملها في المدرسه برضه. كويس. كنت في الوقت ده بتعزفوا ايه؟ يعني المقطوعات كلها حاجات غربي اكتر يعني. مش حاجات شرقي خالص. ليه بقى؟ يعني ايه اللي جذبك للون ده، او جذبكم عموما للون ده؟ هو احنا هي اصلا مدرسه انجليش. ف معظم الحاجات اللي بنسمعها اجنبي اكتر يعني. وكان ساعتها بقى في فرق جميله يعني فاكر حته كان اسمها بوب كورن. دي كنا يعني كانت نازله بقى ساعتها ومكسره الدنيا في السبعينات يعني. ايوه. فكنا نعزفها من هنا في الحفله والمسرح يتقلب يعني. الزبون بتاعنا بيسمع غربي، فلازم هنلعب له غربي. وليندا يا ليندا وبتاع يعني. ده العربي بقى اللي هو اغاني فرانكو اراب شويه. يعني ما هماش عربي قوي يعني.
انا يعني فهمت انه انت اتعلمت او انجذبت للموسيقى سماعي، مم. لكن على مدار السنوات دي كلها كنت بتثقل نفسك بطريقة ما، ولا برضو استمريت سماعي؟ انا استمريت سماعي، بس دايما بحتك بناس بيفيدوني يعني. والحمد لله دي ملكة من عند ربنا، يعني انه لما بقف جنب حد على مسرح بشفطه، يعني بعرف اخد الخبرة بتاعته اه، وادخلها عندي واترجمها بشكلي انا. ده فيما بعد، لكن في الفترة الأولانية دي وانت لسه طالب كنت كل ده لسه سماعي. سماعي اه. وعلى فكرة لغاية دلوقتي انا سماعي، اه يعني انا ما دخلتش لا كونسرفاتوار ولا درست، مع اني بكتب لاوركسترا، اه انما بكتب بتكنيك تاني يعني، عشان انا ما بقراش واكتب موسيقى. اه فبسجل بطريقه معينه على الكمبيوتر يعني، والتسجيل بتاعي ده بيترجم الى نوت فتطبع بعد كده والموسيقيين ياخدوها يقروها. يا وحضرتك ما خطرش على بالك في أي مراحل من مراحل عمرك إنك أنت تدرس هي الموسيقى؟ مره حصلت ان انا رحت لحد مدرس بيانو يعني، والحقيقه كان طريقته قفلتني شويه يعني. يمكن ده السبب اللي خلاني ما كملش في يعني موضوع الدراسة ده. عقدني شويه يعني. تمام. اللي هو لا لا لا، انا مش عايز كده، مم. انا احب العب مزيكا زي ما انا شايف. جميل أوي. وبعدين الحاجه الحمد لله اللي بسمعها بطلعها فورا، اه يعني بطلعها. بإحساسك بقى. حتى لما قدام شويه ابتديت العب في فرق بجد بقى، في بروفيشنال وبتاع، مم. وبنطلع اغاني للناس وكده، ما فيش نوت. أيوه. احنا كنا بنحط الكاسيت ونسمع، وبالودن اقول ده انا اعمل كذا، واللي بيلعب كذا يعمل كذا، والجيتاريست يعمل كذا، الدرامر يلعب كذا، بالسمع. هناك اعتقاد خاطئ شائع لدى الناس، وهو أن الفن والعلم منفصلان، في حين أنهما في الواقع متشابكان. في ظاهر الأمر تجسد الموسيقى التعبير عن الذات وإثارة المشاعر وربط الناس على مستوى شخصي عميق، ومع ذلك عندما ننظر إلى الموسيقى من خلال عدسة العلم فإنها تكشف عن عالم من الروابط. المؤلف والموزع الموسيقي الموسيقار الكبير أشرف محروس، التحقت بكلية العلوم وكنت متفوق، اختيارك للكلية دي كان ليه؟ انا بحب العلوم يعني، انا طول عمري علمي قوي يعني. يمكن دي من حاجات برضو اللي خدتها من والدي الله يرحمه يعني. فدخلت واتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف يعني الحمد لله. يعني هنا ما كانش يعني عشان خاطر المجموع، يعني ما قلتش لا انا جبت مجموع كبير اخش بقى وخلاص لا يعني. ما لا. انت كنت حابب الدراسات. في نفس الوقت اللي حضرتك كنت بتدرس فيه في الجامعة التحقت بفرقة الترانزيت. كلمنا عن المرحلة دي وازاي التحقت بهذه الفرقة وعملت معاها ايه؟ هو انا كنت ابتديت يعني اتمرن بيانو كويس والحمد لله عملت مستوى كويس يعني. فابتدى اسمي في الفرق الغربي يتعرف. فالفرقة كانوا ساعتها بيشتغلوا في مكان ما يعني في مصر، هم بيشتغلوا طول السنة يعني كل يوم. ايوه. ما عدا يوم واحد في الاسبوع اجازة. فطبعا انا بالنسبة لي صعب قوي ان انا استمر طول السنة وانا في كلية علوم، دي كلية مش سهلة ابدا يعني. أيوة. فكانوا بيعملوا معايا سيستم لذيذ قوي يعني، اللي هو ايه، اخلص امتحانات انزل اشتغل كل يوم لغاية راس السنة، وعيد المسيحيين 7 يناير لغاية فبراير كده، وبعدين اقف لغاية لما اخلص امتحانات. وكان مكاني بيفضل فضيلي. فكانوا مفيش بديل يعني. لا ما مش هو كان ممكن يبقى في بديل، بس الفرقة كانت حابة بعضها. ايوه وفي صداقة يعني. ده شيء جميل قوي. فطبيعي انه لا هنستحملك يعني. ماشي يا سيدي روح ذاكر.
كويس. اخلص مذاكرتي وعلى فكره حتى وانا كنا زمان الفرق في النايت كلاب كانت بتشتغل فترتين، يعني بنشتغل من 10 ل 12 وبعدين بيبقى فيه شو على يعني شو غربي يعني، ووراه رقاصه مثلا او مطرب بيغني او مش عارف ايه، وبعدين احنا بنشتغل اخر نص ساعه. تمام. فانا لازم اقعد من الساعه 10 بالليل ل 3 الصبح. فعشان اشتغل من 2 ونص ل 3 اللي هي اخر نص ساعه دي لازم الغربي يبقى هو الفرقه الغربي بتاعت المكان هي اللي بتشتغل. فكنت بخلص الساعه 3 الصبح، وعلى ما اروح تبقى 4 على ما اخش انام، وابقى 8 الصبح في الكليه. وعادي الوالد هنا كان موافق مش معترض؟ ما هو طول ما انا تقديري جيد جدا الحمد لله، ف اعمل له ايه ده؟ ما زعلش يعني انه لا ان انت يعني، او ما كانش يعني رافض مبدأ ان انت تدخل في السكه دي او المجال دوت يعني؟ لا. كويس. هو شايف انها هوايه بتحفزني على المذاكره اكتر ما هي بتعطلني يعني. تمام. وكنت الوقت الفاضي بقى من الساعه 12 لغايه 2 ونص دي بقى. كنت بقعد قاعد بلخص حاجات حلو قوي. اللي هو ايه قاعد جميل. بشتغل وخلصت الكلام ده العب النص ساعه اللي فاضله اخلصها اروح انام. تمام. اصحى الكليه تاني وهو كذلك. الله 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 يا حلو كلك حلاوة. الله 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 يا حلو كلك حلاوة. يا حلو ياللي كلك حلاوة من غلا روحي خذ الغلاوة. الله يا حظي إنك حبيبي وإن حبك لي أحب السوا. يا حلو ياللي كلك حلاوة من غلا روحي خذ الغلاوة. الله يا حظي إنك حبيبي وإن حبك لي أحب السوا. في الوقت ده برضو التحقت بفرقة لو بيتي شا ولا ده كان وقت؟ ده بعد الترانزيت. يعني قعدت معهم فترة طويلة يعني. وبعدين الابتيشا طبعا دي أكبر فرقة في مصر في الغربي يعني. دول كانوا يعني ما شاء الله هيبة، يعني اللي هو إيه اللي يخش هناك ده تبقى يعني أقصد حاجة كبيرة طبعا. وبيتعمل لهم انترفيو وبتاع عشان خاطر يشوفوا مين أحسن واحد ممكن يخش. فالمهم إنه جت فترة هم اللي كان بيلعب بيانو مشي، فهم عايزين حد، فاتعمل لي انترفيو واتقبلت. فانتقلت من ترانزيت الى الابتيشا. اوكي. كل الحاجات اللي في الوقت ده كانت كلها حاجات غربيه؟ كل ده كان غربي. تمام. وبعدها بعد الابتيشا رحت مع يحيى خليل جاز. برضو غربي خالص. تمام. وساعتها ابتديت اتعرف على الاستاذ عمار. انت اتخرجت من الجامعه والتحقت للعمل بهيئه الطاقه الذريه. وفي نفس الوقت برضو انت بتشتغل في الموسيقى يعني. طب يعني فهمناها في الدراسه، ازاي كنت بتوفقها في العمل كمان يعني؟ ما هو كنت بنام قليل قوي حقيقه. يعني نومي كان متقطع جدا بحب الاثنين. طب اعمل ايه؟ يعني بحب الفيلد اللي انا فيه كعلم، وبحب المزيكا جدا.
لغايه لما جه وقت بقى وكان لازم يبقى فيه قرار، لاني كبرت هنا وهنا فمش هينفع. الوقت خلاص بقيت انا اللي بتعذب بجد. تمام. طيب لكن في المرحلة دي يعني نقدر نقول هل يعني أنا مش عارفة هل في أي نوع من أنواع الارتباط ما بين المجال ده والمجال، يعني بيتهيألي مجالين بعاد عن بعض تماما، يعني هل الاختلاف ده هو كان سر من أسرار انبساطك أنت أو سعادتك إن ده حاجة وده حاجة تانية خالص، ولا كنت بتحس إن أنت ممكن تستفيد هنا من هنا أو من هنا من هنا؟ طبعا هو العلم فادني في اني يعني مثلا انا كنت معروف عني انه من الناس اللي هم اي تكنولوجي جديده بتنزل انا بجيبها على طول، اي جهاز جديد نزل انا بجيبه. تمام. فهم ودي وعلى فكره كان بدايه علاقتي بالاستاذ عمار الشريعي من الاجهزه. يعني معروف انه في 3 معروفين كانوا هم الاستاذ عمار الشريعي الله يرحمه وطارق مدكور وانا. طارق مدكور برضه موزع موسيقي شاطر جدا. تمام. وبرضه بيموت في التكنولوجيا الفرق الوحيد بيني وبينهم ان انا كنت راجل اكاديمي، فالجهاز بشتريه من هنا اطلع الكتالوج اكله مش هذاكره. يعني اطلع كل مصارين الجهاز ده بفهمها كويس قوي. عشق الموسيقار أشرف محروس الموسيقى واختارها في منعرج حاسم من حياته، وشاءت الأقدار أن تدعم قراره بوضعه في طريق عالمين موسيقيين أسس لمدرسة شرقية حديثة ومعاصرة نهج على منوالها الكثير، هما الموسيقار عمار الشريعي والموسيقار عمر خيرت. المؤلف والموزع الموسيقي الموسيقار الكبير أشرف محروس، الماجستير والدكتوراه كانوا في مجال الطاقة الذرية. كلمنا عنهم يعني بشكل مبسط كده، ويعني مع انك فعلا كنت متفوق في المجال ده، لكن زي ما حضرتك قلت من شوية ان انت كان لازم تاخد القرار بقى ان انت تتجه للفن، فده حصل ازاي؟ ما هو حصل بان يعني بس قولي لنا الاول الماجستير والدكتوراه كانوا عندي. الماجستير والدكتوراه انا كنت في هيئه الطاقه الذريه في معمل اسمه ستريلتي كنترول. ستريلتي كنترول يعني اختبارات العقامه. يعني لو في مثلا جوانتيات العمليات الجراحيه دي بتتصنع في مصنع في اسكندريه. أيوة. فطبعا بتخرج بالمصنع ده لا معقمه ولا بتاع، طبعا مش معقمه فلازم تتعقم. ايوه. فبتيجي بقى صناديق كبيره كده تخش في هيئه الطاقه الذريه، عندنا مفاعل يعني، وبتتعرض لجرعه من الاشعاع عشان تتعقم تماما من كل الميكروبات. تمام. بعد ما تتعقم بيجي دور المعمل بتاعي بقى ان احنا ناخد عينات من الصناديق دي وناخدها نعمل لها اختبار عقامه، نشوف هل فيها ميكروبات. ايوه. لو فيها ميكروبات تخش تاني تتعرض تاني لاشعه تاني. ايوه. تمام سترايل يعني. خلاص بندي التصريح انها تطلع للناس يعني تستعمل في العمليات، تستعمل في حاجه. وطبعا في منتجات كتيره قوي كان لازم تبقى معقمه كده. ده الماجستير. الدكتوراه برضه نفس الشيء. ازاي خدت القرار بقى، او يعني جات لك الجرأة ازاي ان انت تقول لا انا خلاص هبعد عن المجال ده وهتجه للموسيقى بس؟ الاستاذ عمار بقى الله يرحمه. انا كانت بدايه زي ما قلت لحضرتك، ابتديت عرفته من الاجهزه. الوكيل بتاع الاجهزه يقول له هو الجهاز ده مين اشتراه؟ يقول له اشرف. الجهاز ده مين اشتراه؟ اشرف. طب اديني تليفون اشرف ده. ايوه. الو انا عمار الشريعي. يا نهار ابيض، عمار الشريعي مره واحده. فابتدت صداقه تطلع ما بيننا من التليفون. اشرف الجهاز الفلاني بنعمل ايه ده ازاي؟ اقول له لا خش على كذا واعمل كذا هتلاقي كذا. وبعدين طب ما تجيلي مره، وبعدين اتعرفنا على بعض يعني فيس تو فيس كده. وابتدت تنشأ بينا صداقه يعني. وبعدين ابتديت نتصاحب على بعض اكتر، فابتديت اسمعه حاجات انا بقعد اسجلها وبتاع. قال لي يا ابني انت موزع قوي جدا، انت ازاي ما تشتغلش موزع موسيقي؟ قلت
قلت له انا المزيكا العربي بقى وبتاع انا ماليش فيها وبتاع، انا بنبسط بالمزيكا اللي انا بعملها، والصبح في هيئه الطاقه الذريه ومبسوط على كده. تمام. لغايه لما جه في يوم بقى كان عنده اعياد طفوله، وكان فاضل 7 ايام وهو لازم يسافر يعمل باي باس، يعمل عمليه في القلب خطيره جدا، وفاضل له 12 استعراض لحنهم انما ما توزعوش. فلقيته بيكلمني بيقول لي بص انا مسافر بكره لندن اعمل عمليه، وبصراحه انت عشان راجل دكتور وبتاع فانت ملتزم انا عارف، فانا هسلمك ال 12 دول امانه في ايديك وبتاع، كلمتين وجعوني جدا تخلصهم. قلت له ماشي. امتى ان شاء الله الكلام ده؟ قال لي فاضل اسبوع. قلت له يا نهار ابيض، اسبوع واحد؟ قال لي 12 استعراض. ايوه. اللي هو يخلصوا على الاقل في 3 اسابيع مثلا. فقلت له ماشي. رحت له خدت الحاجه وقدمت على اجازه لمده اسبوع، وفضلت صاحي الاسبوع كله بشتغل بس، وحاطط ستوب واتش كده قدامي عشان الوقت مقسم، انا راجل منظم برضو. فانا عندي 12، فيبقى كل استعراض اشتغل فيه 4 ساعات في 12 بكذا. يا خبر ابيض. اللي هو ايه، ولو حتى لو ما خلصش دلوقتي اركنه واخش في اللي بعده. لغايه لما وقفوا على حيلهم، ولسه هاخد كورال بقى اطفال، ويعني اقصد لسه في شغل كتير. ايوه. فالحمد لله خلصوا على خير وسلمتهم في الميعاد وكل حاجه، وتشاء الاقدار انهم من انجح 12 استعراض لعمار الشريعي في اعياد الطفوله. ده كان مع صفاء ابو السعود. اكيد. جميل. فمن ساعتها بقى طبعا هو رجع بالسلامه من السفر، وانبسط طبعا ان الحاجه اتسلمت في ميعادها وكله تمام. وبقينا دويتو بقى هو يلحن، قعد 2 3 يعني. بعد النجاح ده حضرتك خدت القرار بقى ان انت خلاص الطاقه الذريه خلاص؟ لا انا ما خدتش القرار، انا خدت اجازه بدون مرتب الاول عشان اشوف ايه. يعني لان انا برضو بحب المزيكا قوي يعني. أيوه. فخدت اجازه بدون مرتب، وبقى هو يلحن وانا اوزع بقى كل حاجات بقى، حاجات اعياد اكتوبر، لطيفه، هدى عمار، كل حاجه يعني. اقصد ايه، وهو كان في الوقت ده ما يقدرش على الشغل بتاع التوزيع والتنفيذ، مرهق يعني. تمام. وهو كان لسه خارج من عمليه قلب مفتوح. فطبعا كان لازم ياخد فترة نقاهة. فخد في الفترة ديت حوالي 2 كده. وطبعا الحقيقة الله يرحمه يعني كان بيصمم يتحط اسمي قد اسمه في التترات يعني. الله. في علاقة ان انت توضح لنا بشكل دقيق علمي كده يعني ايه الفرق بين اللحن والتوزيع او الملحن والموزع؟ اللحن اللي هو اي حاجه بيقولها المطرب، الغنى اللي بيغنيه ده اللحن. يعني انا لو دلوقتي بغني اغنيه فانت بتسمعي مني اللحن من غير توزيع. تمام. بصوتي بس. تمام. اللي بتسمعيه بقى في الشريط او في السي دي او ريفر يعني، ده التوزيع اللي هو الموسيقى، الالات المصاحبه ونوع الايقاع ايه والسرعه ايه وهاخده في أنهي اتجاه، هل هو غربي، هل هو شرقي، هل هو بآلات حية بجد ولا بآلات إلكترونيك. يعني الشكل الموسيقي للأغنية كله ده التوزيع. تمام. التوزيع بمعنى آخر بتوزعي الأدوار على الفرقة اللي حوالين المطرب. أيوه. انت تقول كذا وانت تقول كذا وانت تقول كذا، ففي الناتج السمعي في الاخر يبقى الاغنيه اللي احنا بنسمعها. يلا يا سوسو فريقهم دوسوا، يلا يا سوسو فريقهم دوسوا. العاب 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 سونيا بتباصل توتي بتباصل سونيا، يا سونيا اياك تشوتي كورتك في الدرجه الثانيه. هاي يا ناني يا مأنن يا وينج يا متغندر، من الاشواق هتجنن ومعادنا عند الكورنر. انت بتقول ايه؟ ويصفر الحكم والملعب اتكتم، اصل الحكم حرم معلم في الهرم. حسبت لهم بيلن بوش
تستاهل فعلا. اتخانقوا وروحت علشان تغدي عيالها. على مدى السنتين او الاكتر حضرتك اشتغلت فيهم مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي، نقدر نقول المرحله دي اضافت ايه بالظبط لاشرف محروس؟ لا دي اضافت كتير قوي. يعني ما زي ما انا قلت لحضرتك، انا ما دخلتش كونسرفتوار ولا موسيقى عربيه ولا انا اتعلمت من اللي بيتقال لي. ايوه. فلما تعاشري موسيقار كبير زي عمار الشريعي، طبعا ده عمار راجل شرقي اصيل، يعني الحانه سهل الممتنع على فكره. تسمعيه سهل قوي، تعالي طلعيه صعب جدا، مش سهل ابدا. يعني ودي حاجه كانت بجد مجنناني، ازاي بتعرف تعمل كده، انه يبقى سهل في السمع وصعب في التنفيذ. صعب جدا. يعني انا فاكر في اعياد الطفوله دي بقول لحضرتك انا قعدت اسبوع صاحي. فجه واحد صديق ليا بيزورني، يعني بيطمن عليا، فموسيقي برضه. فقلت له بص انا نفسي انام ساعتين. بص انا عايزك بس تسجل لي اللحن على بالاورج يعني. قال لي لا ده بسيطه قوي. قلت له طيب اهم لحنين اهم، يا رب تخلصهم في الساعتين دول. قال لي يا عم ساعتين. نمت الساعتين وصحيت لقيته لسه في اول لحن. يا خبر. قال لي ايه ده؟ ده صعب جدا. قلت له هو ده الاستاذ عمار بقى. فانا اتعلمت منه كتير، يعني خدت من الداتا بتاعته، شفطت منه شويه شرقي انا ما كنتش موجودين عندي يعني. يعني نقدر نقول ان ده بدايه تعلقك بالالحان الشرقيه بقى. الحقيقه. جميل. وبعدين انا اتمرمطت معاه بقى في الحان باشكال والوان كتير، والحان عراقي والحان والحان فيها سيك عمري ما شفتها في حياتي يعني. يعني عاده السيكه بتبقى نوته واحده او نوتين في المقام كله. لا ابص الاقي سكتين ورا بعض، فاكلمه في التليفون اقول له انت مسجل حاجه غلط. يقعد يضحك. هو عارف هو عامل ايه طبعا. يقول لي لا بس الري سيكا والفا سيكا، يعني الري فيها ربع تون والفا فيها ربع تون. تمام. قلت له يا نهار ابيض، معقوله كده؟ قال لي ده مقام بقى اسمه كذا، وده مقام بيستعمل في العراق. هو كان مثقف موسيقيا جدا. سبحان الله. فالواحد عمال طبعا المعلومات دي كلها داتا بتخش كل جوه الواحد وما بتخرجش بقى. وكنتوا يعني على وفاق دائم ولا احيانا كنتوا تختلفوا فنيا، يعني يبقى ليه وجهه نظر وحضرتك وجهه نظر تانية؟ شوفي بقى جمال الراجل ده. كان يبقى في حاجه هو مختلف معايا فيها ما يقوليش، لانه دايما هو عنده حته كده انه بيحب يتزنق. هو عنده كونسبت برضو، عنده يعني وجهه نظر انه لما البني ادم بيتزنق في الوقت الادرينالين في الجسم بيطلع قوي، فنسبه الابداع بتبقى اعلى بكتير. فهو دايما شغله فيه زنقه. فهو يبقى عارف ان انا مثلا بقالي 3 ايام مطبق ومش نايم فيسكت خالص لغايه لما نخلص ونسلم الشغل. سلمنا الشغل يقوم قاعد معايا بقى ويقوم قايل لي اشرف هو في اللحن الفلاني ده انت ليه عملت هنا كذا بدل كذا؟ اقول له حسيتها كده. قال لي طب ليه ما جربتش كذا بدل كذا؟ اجربها الاقيها فعلا حلوه. اقول له طب ليه ما قلتليش كنت عدلتها؟ قال لي لا ما انا لو قلتها لك هتنسى، انما دلوقتي كده مش هتنسى. فهو كان جميل. جميل. بيعتمد على فكره تراي اند ايرور، يعني لما تجربي الحاجه وتغلطي ما بتنسيهاش. الموسيقار أشرف محروس واحد من موزعين موسيقيين قلائل قفزوا بموهبتهم فوق حاجز التجاهل الذي يحول بين الموزع والجمهور. هذا الحاجز الذي جعل بعض شركات الإنتاج تهتم بذكر اسم المؤلف والملحن فقط إلى جانب المطرب، وتغفل أحيانا عن اسم الموزع الذي يمكن اعتباره في أحيان كثيرة المسؤول الأول عن الشكل النهائي للأغنية أو الأب الشرعي لها إن صحت التسمية.
المؤلف والموزع الموسيقي الموسيقار الكبير أشرف محروس. التوزيع الموسيقي عند حضرتك يعني له منهج مختلف شوية يعني كما قيل يعني، فعرفنا على طبيعة هذا المنهج وأهم الملامح الخاصة بالتوزيع الموسيقي من وجهة نظر حضرتك. هو الحقيقة أنا لفيت لفة كبيرة شوية يعني الأغاني الغربي بداية يعني ليها طابع خاص، وبعدين وليها ليها تكنيك في الهارموني بتاعها يعني. لما تشتغلي مع واحد زي أستاذ عمار بشرقيته دي لا ده منطق تاني خالص. طيب وبعد كده التحقت بالأستاذ عمر خيرت، ده راجل بقى أوركسترا وشغله فيه أوركستريشن بجد بقى تقيل يعني، فده حتة تالتة خالص. وبعدين اشتغلت مع يحيى خليل في الجاز، فأنا لعبت أنواع من المزيكا كتير جدا. كل ده خلى الواحد يبقى عنده داتا، عنده معلومات كتيرة خرجت بشكل اللي أنا بحبه بقى، بس هي كوكتيل من كل ده. كوكتيل اسمه شخصية أشرف، إنما هي عبارة عن شوية شرقي على شوية هارموني كلاسيكي على شوية غربي على شوية روك اند رول على شوية جاز على شوية يعني أقصد إيه، من كتر الأشكال الموسيقية اللي الواحد عملها فتربت عند الواحد الحمد لله يعني. الأشكال دي كلها ضربت في الخلاط كده وطلعت بالشكل اللي الواحد شايفه ده. صحيح، دي حاجة جميلة الصراحة الحمد يعني. لله. بس ما فيش حاجة كانت في وقت من الأوقات يعني بتطغى على جزئية أخرى؟ يعني حضرتك الكوكتيل ده كان موجود معاك على طول ولا أحيانا كان في حاجة تطغى؟ هو طبعا أكتر حاجة بتطغى على شغلي شوية الطابع الجازي شوية. لأن أنا بعشق الجاز يعني، وعزفت سنين كتيرة جاز يعني. فانا ما بعزف كتير جاز ما بتطلعي من النوت الهارموني دوت. فكتر ما الواحد عرف الهارموني الجازي عامل ازاي فابتديت استعمله، وبعدين ما فيش حد بيعمل كده يعني في العربي يعني. فانا طبعا اول واحد كنت بعمل معاه الكلام ده كان الاستاذ عمار، لحنه شرقي قوي وانا الهارموني بتاعي جازي جدا. فالكوكتيل بينا كوكتيل ناجح قوي يعني، صوته حلو يعني. عايزين ناخد شوية يعني نماذج كده. يعني حضرتك مثلا عملت التوزيعات لمجموعة كبيرة جدا طبعا من المطربين في مصر. خلينا نبتدي: عمرو دياب، أنوشكا، سيمون، علي الحجار، مدحت صالح، أنغام. يكلمنا عن كل حد فيهم مثلا كده، وايه يعني هنا اكيد كل واحد برضو ليه طابع خاص بطبيعة الأغاني اللي بيقدمها يعني. فلو بدأنا مثلا بعمرو دياب. عمرو دياب انا اشتغلت معاه في شريط راجعين، وعملت له اغنيتين. اغنيه اسمها انسى قلبي، دي اغنيه نقدر نقول عليها راجي شويه. وكنت مستعمل اصوات بشريه شويه فيها بتقول بعض الالات يعني. واغنيه كان ساعتها في وقتها صوتها مودرن قوي يعني على اللي بيحصل يعني. كان الدنيا كان الايقاع المقسوم اللي هو الشرقي قوي يعني هو اللي غالب. فانا رحت واخدها وحاطط هارموني جازي شويه، وعملت له اغنيه تانية اسمها حاولت، كانت لحن الاستاذ عمرو دياب نفسه. اغنيه جميله جدا ولحن مش سهل ابدا وفي شرقي كتير، وانا الهارموني بتاعي كلاسيكي جازي يعني كوكتيل ما بين الكلاسيك والجاز.
فطلعت برضو بصوت مختلف خالص، اسمها حاولت. حاولت ابعد بعيد عنك وما عرفتش. حاولت انسى اللي كان بينا وما قدرتش. حاولت كتير لكن قلبي بكى مني وجنني. حاولت كتير لكن قلبي بكى مني وجنني وتوهني في ليل اللوم وزاد اللوم. محمد منير مثلا الطول واللون والحرية مثلا، دي أغنية أنا بعتز بيها قوي، من أول الحاجات اللي عملتها له. والحمد لله يشاء القدر إنه تبقى أول أغنية مصرية تتذاع على MTV يوروب. كانت هي، وكانت إخراج الأستاذ طارق الكاشف الله يرحمه. مش عايز احبك مش عايز، مش داخل سجنك مش جايز. مش عايز احبك مش عايز، مش داخل سجنك مش جايز. مش جايز اموت فيكي وفيكي، ده انا اموت في عينيكي من غمزه. انا عارف نفسي وقلبيكي، عاشق لياليكي من لمسه. ده انا عارف نفسي وقلبيكي، عاشق لياليكي من لمسه. علي الحجار ومدحت صالح، يعني أصوات علي الحجار كان صوت يعني مميز للغاية طبعا. وأصوات تقيلة يعني. فإزاي بقى استخدمت اللون الخاص بيك ده مع أصوات؟ ما هو زي علي الحجار ومدحت صالح؟ الكوكتيل ناجح الحمد لله يعني. إنه علي الحجار بقوة صوته دي، وصوته طبعا شرقي أصيل يعني. أيوة. وهنا وعندنا جازي أصيل برضو. فالجاز مع العربي على فكرة بيحبوا بعض جدا يعني. يعني اكتشفت إنه دمج الشكلين من الموسيقى مع بعض بيطلع نتائج في منتهى الجمال. فاكر عملت ايه لعلي الحجار؟ عملت على قد ما حبينا مثلا. الله. وعملتها له روك شويه، فيها ديستورشن جيتار وايقاع ناشف جدا وبتاع، ونجحت الحمد لله. على قد ما حبينا وتعبنا في ليالينا، الفرحه في مشوارنا تاني هتنادينا. على قد ما حبينا وتعبنا في ليالينا، الفرحه في مشوارنا تاني هتنادينا. طول ما القلب صافي بحر العشق وافي، وكل عذاب الدنيا هيروح بكره لينا. بس ليالينا عالحلم ترسينا، من ايوه ولا الحب بنلقاه احلى الحياه لاصحابنا واهالينا. وعذاب الحياه لما نكون وحدينا، لو نروح هيجينا كل ما تمنينا. أنغام الحمد لله كان أول حاجة نعملها مع بعض كانت بتحبها ولا. وكانت برضو وقتها هي كانت ده يعني مورفينج يعني، كانت هي في سكة شوية عربي قوي. وبعدين ابتدت تعمل أغاني فيها غنى وفيها طبعا يعني. تحبها ولا دي غناها مش سهلة أبدا على فكرة. يعني جميلة فعلا. فخدتها أنا فيها تلوين كده في الصوت في الأداء طبعا كمان. طبعا. كانت لحن رياض الهمشاري الله يرحمه. فخدتها وخليتها مش عربي قوي يعني. بشكل الإيقاعي ما خليتوش عربي يعني. خليته خواجة شوية. والهارموني خليته برضو جازي سنة. تمام. مع صوت الملائكي بتاع أنغام يعني. فعملت نجاح جامد قوي يعني. صحيح. جميل. وكانت بداية انطلاق انه ستايل الأغاني لأنغام عموما يبتدي يبقى ياخد شكل مختلف شوية. بحبها ولا بتفكرك بيا، هي أنا ولا جايز أنا هي، جايز أنا هي. بحبها ولا بتفكرك بيا، هي أنا ولا جايز أنا هي،
شافها توأم شبهنا خال، كل اللي شافها توأم شبهنا خال، صورة والصوت ليا بتحبها. انوشكا وسيمون هم يعني اعتقد ان هم الاقرب بقى للون بتاعك يعني. طبعا سيمون اول حاجه عملتها لها كانت اغنيه، هي اصلا اغنيه غربي عملناها شرقي يعني تاني، اللي هي ماشيه وساعتي مش مظبوطه. دي اصلا اغنيه غربي يعني. ايوه. وخدتها انا، عملت لها توزيع من اول وجديد وغنيتها ونجحت الحمد لله جدا. ماشية وساعتي مش مظبوطة، وفين رايحة ما كنتش عارفة، لكن ماشية وانا مبسوطة، ماشية بخطوة ما هيش خايفة. ماشية وساعتي مش مظبوطة، وفين رايحة ما كنتش عارفة، لكن ماشية وانا مبسوطة، ماشية بخطوة ما هيش خايفة. عالرصيف واحد بيعاكس ليه مع انه كبير في السن، في الميدان بيع جرايد بيقول اقرا رياضة وفن. قالتني قصاد كافيتيريا كنت اما اطلب فنجان قهوة، جاتلي القهوة شربت شوية كان طعمها مش زي ما بهوى. فجأة لقيتني قصاد كافيتيريا قلت اما اطلب فنجان قهوة، جاتلي القهوة شربت شوية كان طعمها مش زي ما بهوى. أم وأب وطفلة معاهم بس شقية وزي الجن، كل ما تلمح حاجة تشاور وتقول عايزة يا إما حزين. وانوشكا برضو كان البدايه مع بعض، كان في مش فاكر كان سنه كام، 91 يمكن ولا تقريبا. كانت بطوله كاس العالم للهاندبول، وعملنا اغنيه اسمها احنا ولاد الشمس. وبرضو اتعملتها بشكل يعني، مع انه اللحن بسيط جدا انما انا خدتها في حته جازي وحته مش سهله يعني. فالكوكتيل ده برضو هطلع اغنيه صوتها مميز قوي. سيب الشمس بتلعب دورها واحنا نعيش احلامنا بنورها، خلي الشمس في قلبك فرحه واملى حياتك ضحك وفرح. سيب الشمس بتلعب دورها واحنا نعيش احلامنا بنورها، خلي الشمس في قلبك فرحه واملى حياتك ضحك وفرح. احنا ولاد الشمس. هل في اي صوت من الاصوات المصريه ما تكلمناش عنها حضرتك شايف انه فعلا لما وزعت له او وزعت لها الاغاني اختلف الطريق بتاعهم او اتغيروا في هو في ناس كتير الحمد لله يعني، في مثلا هشام عباس. هشام عباس عملت له كان ساعتها اغنيه كانت لحن الاستاذ صلاح الشرنوبي، كان اسمها من بين عيون الناس، واغنيه نجحت جدا. الاغنيه دي حتى الاستاذ صلاح انا فاكر له الاغنيه بعد ما نجحت يعني، فكانوا بيستضيفين الاستاذ صلاح، فبيقول الاغنيه دي انا وديتها للموزع اللي اسمه اشرف محروس، وديتها له شرنوبي طلعها محروسي. وهو على فكره هو يرجع لسبب واحد بس، هو طول عمره دمه خفيف جدا. ايوه. فاللحن كان جاي لي شويه ايه شبه الموضه في الوقت ده، كان بتونس بيك بقى وبتاع اغاني الطربيه القاعده قوي دي. ايوه. فهي راحت ايه بعت لي الجايد يعني اللي هو من بين عيون الناس عيني عيني تشوف عينك، ستايل ايه هادي طربي هادي رايق كده. وكان ساعتها المنتج بتاع هشام عباس كان الاستاذ طارق الكاشف، فقال لي انا جاي لك بقى، فانت مش هنخليها كده، عايزين نشقلبها. فخليتها هاوس بقى، خليتها بيت غربي خالص. أيوة. وسرعه تانية خالص اسرع بكتير. خليناها بقى من بين كده يعني، من بين عيون الناس عيني عيني تشوف عينك وأتوب، بقت اسرع بكتير من الاول. تمام. ومش شرقي. وراحت في اتجاه محروسي زي ما الاستاذ صلاح قال كده. من بين عيون الناس عيني عيني تشوف عينك، وأتوب مع الأحساس قلبي يسبقني يحكي لك،
شفتك يا دوب لمحة بعيونك السمحة، شفتك يا دوب لمحة بعيونك السمحة، وكأن بحر حنين مقسوم بيني وبينك، من بين عيون الناس عين عين تشوف عينك، وقت معي إحساس قلبي يستني يحكيلك. من هم المطربين العرب الذي قام بالتوزيع الموسيقي لأغانيهم؟ من هم أبرز المطربين الذي تعامل ولحن لهم؟ ما هي العناصر التي تؤثر في توزيعه للموسيقى؟ ماذا عن عمله كعازف بأكبر الفرق الموسيقية؟ وما هي أبرز أعماله في مجال الموسيقى التصويرية في الأعمال التلفزيونية والسينمائية؟ كل هذا وأكثر نتعرف عليه في الحلقة القادمة من ملامح الموسيقار الكبير أشرف محروس.